شو المانع هذا القرار السياسي؟ ما بعرف شو المانع. ممكن مفروض انه حزب الله مشارك في هذه الحكومة، خليهم يفضحوا الامور ويحطوها على الطاولة، وحاجة بقى نكذب على بعضنا. هيدي الحكومة هي حكومة لون واحد، وهي حكومة فريق واحد، وهي حكومة. خليهم يطرحوا هذا الموضوع لنشوف مين بيعترض جوا، خلينا ساعتها نكشف كل شيء. هل راضي حضرتك عن أداء هذه الحكومة، وهل فعلا هي حكومة اللون الواحد والفريق الواحد؟ نتابع هذا النقاش. تسمح لي بجولة سريعة على أبرز ما تقول الصحف الصادرة والموزعة في بيروت لهذا الصباح. في السفير: السلطة تسحب الدبابات والمعارضة تخرج في تظاهرة حاشدة والعنف. المراقبون في حمص: الاختبار العملي الأول للحل العربي. جلسة اليوم: بلا عيدية أجور؟ علامة استفهام. المراسيم النفطية على سكة الصدور. في النهار: حمص تظاهرت في ظل المراقبين العرب وبعثة الجامعة لمست تعاونا جيدا من الأطراف. المخابرات السورية تتوغل في الشمال وتقتل 3. القطاع الخاص يطبق منفردا اتفاقه مع العمال. في الأخبار: جلسة مجلس الوزراء اليوم بلا بنود خلافية. تصحيح الأجور إلى العام المقبل. وإيران تحاصر العالم. فلتان في المطار. في اللواء: المراقبون في حمص: صور حية عن التجاوزات والانتهاكات. مجزرة في جامعة دمشق، وواشنطن تتهم النظام بالتصعيد. مجلس الوزراء يطوي صفحة الأجور بالعودة إلى مشروع ميقاتي. تجاوب نيابي وحكومي مع المطالبة بنزع السلاح في بيروت. 3 قتلى في وادي خالد. وجعجع يعود بعد لقاء قيادات سعودية والحريري. في البناء: الأجور تنتظر شورى الدولة اليوم ومراسيم النفط والتعيينات إلى العام الجديد. وفد المراقبين جال في حمص. تجاوب ومؤشرات إيجابية. الراعي: الإصلاحات تنبع من الداخل والأسد باشر بها منذ أذار الماضي. في الأوريون لجور: حمص انتر اسبوار اي سبتيسيسم. في الحياة: رئيس الفريق وجد تجاوبا من كل الأطراف. تظاهرة حاشدة تطالب بإسقاط النظام ومقتل العشرات مع استمرار إضراب الكرامة. حمص تستقبل المراقبين العرب بالمطالبة بحماية دولية. في الشرق الأوسط: 70,000 تظاهروا ضد النظام وقت زيارة المراقبين، والأمن استخدم القنابل المسيلة للدموع. مصادر للصحيفة: بابا عمرو ما زالت تحت الحصار والمراقبون تفقدوا المدينة ساعة ثم انسحبوا. حمص تنتفض يوم الزيارة وتطلب حماية دولية. في صحيفة الجمهورية: مشروع قرار لمراقبين دوليين إلى سوريا. شروط المعارضة للحوار. كيف تتسلل القاعدة من عرسال المحاصرة. في البلد: سوريا تستبيح وادي خالد والدولة تستبيح عرسال. في المستقبل: 70,000 تظاهروا في المدينة ورصاص قوات الأسد يوقع عشرات الشهداء. حمص للمراقبين العرب: نريد الحماية الدولية. أهالي عرسال طلبوا مجددا بالجيش. وشربل ينفي كلام غصن وكتلة المستقبل ستحاسبه. شبيحة الأسد يوسعون جرائمهم باتجاه عكار. في الأنوار: اتفاق الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي يطيح بمرسوم الحكومة. المراقبون العرب أمام تظاهرات المعارضين في حمص. في الشرق: محادثات إيرانية روسية للبحث عن بديل لبشار. ساركوزي: استقرار لبنان وحريته ضروريان أكثر من أي وقت مضى. وأختم مع ديلي ستار: مونيتورز أرايفل بيو سيريا بروتسترز. أستاذ دافيد عيسى، راضي عن أداء الحكومة حتى الساعة؟ تقريبا رح يصير عمرها سنة هذه الحكومة، راضي عنها؟ أكيد لا، ما في ولا لبناني راضي عن أداء الحكومة. وهل بعدك مصر أنه مزبوط حكومة اللون الواحد والفريق الواحد؟ يعني لما بنقول حكومة الرأي الواحد، خلينا نقول، ولا حتى في كتير تضارب آراء بهذه الحكومة. لا، في يعني الرأي السياسي. أنا ما عم بحكي على القضايا النقاشات الداخلية، عم بحكي الرأي السياسي الواحد. يعني اليوم في خط، في سقف مسموح ضلك تلعب فيه تحت هذا السقف. من سقف وطلوع بتوقفي هون. من يضع هذا السقف برأيك؟ سوريا؟ أنا برأيي لا، ما بدي أقول سوريا، أنا بقول إنه الأطراف الأقوى في لبنان التي تملك السلاح، حزب الله يعني. طبعا. طب لا يزال هذا الفريق رغم كل الخضة الموجودة بسوريا اليوم يتمتع بهذه القوة؟ خليني أقول لك بكل صراحة، معلش خلينا نحكي الأمور بوضوح. اليوم أنا من أول ما بلش طرح موضوع نزع السلاح من المقاومة وكذا، كنت دايما أقول، وكانوا في كتير ناس
ينتقدوا انه شو بنضل، شو بدنا نعمل؟ انه بنضل ساكتين؟ اخي لا. نحن اليوم انا طبعا مع انه ما بقى يصير حدا من اي طرف لبناني معه سلاح بلبنان. هيدا حلمي وهيدا طموحي كلبناني، اؤمن بالديمقراطيه، اؤمن بالحريه، اؤمن باستقلال لبنان طبيعي. بس اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. نعم. مين قادر اليوم ينزع سلاح حزب الله؟ من يريد نزع السلاح؟ لحظة. ما حدا بده نزع السلاح، لحظة. بدهم تقطير هذا السلاح. خلينا نحكي بالتدرج. من يريد نزع سلاح حزب الله اليوم؟ مين قادر ينزع سلاح حزب الله؟ هلا اي تقطير بالعربي المشبرح اللي بيقول لك انه شو بده، انه بده يبقي سلاح مع حزب الله؟ لا، بده نشيله سلاح من حزب الله. هذا الحكي المنمق والتكاذب بالحكي. ما بده سلاح مع المقاومه، مش لانه للتساوي السياسي يعني بين بعضهم البعض. اذا نزع السلاح بيصيروا متساويين بين بعضهم تمام البعض. تمام. هذا السلاح عندما استعمل في الداخل اللبناني أصبح هناك فريق لبناني يقول أن هذا السلاح خطر وهذا يستعمل في الداخل اللبناني. نعم. اليوم أنا اللي لازم أجي أطرحه وأبحثه وأحكي فيه، وهيدا اللي اليوم اللي بينفع واللي بينطرح على بالحوار. كلنا بنعرف وبصراحة أنه هذا السلاح، سلاح حزب الله، عنده دور إقليمي، عنده دور ما حدا قادر ينزع هذا السلاح. وأنا قلتها وبرجع بقولها حتى السيد حسن نصر الله اليوم، إذا ما قرر أنه تسليم سلاحه إلى الدولة لا يملك هذا القرار. لا يملك هذا القرار. لذلك خلينا نكون كل واحد على قده يشتغل. نجي نطرح موضوع عدم استعمال هذا السلاح في الداخل، عدم وجود سلاح ببيروت مثلا. اللي عم يطرحوه اليوم نواب بيروت انه يا خيي بيروت شو فيها لحتى فيها سلاح. طيب بس ما المفارقة استاذ دافيد انه اتفاقية الدوحة نصت ببند اساسي والجميع وافق عليه عدم استخدام السلاح في الداخل مرة جديدة. ما لحقت وخلصت الانتخابات وانتخب رئيس جمهورية، نعينا اتفاقية الدوحة مباشرة. البند الثاني بيطالبوا ببيروت منزوعة من السلاح، وهن ذاتهم بيقولوا باستثناء سلاح المقاومة. شو عم نعمل يعني؟ طرفي 14 و8 نعيوها. صحيح. كل واحد اشكان اسونتور مظبوط. بقى معلش ما هذا اللي عم نحكي فيه، انه هذه الكيديه، يعني الكيديه في العمل السياسي ما في منطق. ما هو سائد في لبنان هو اللا منطق. يعني ما فيك بتسالي سؤال الناس بتسمعك بتحسي انت انه اليوم نحن ما في منطق بلبنان، كل شيء عم بيصير هو اللا منطق. لما بيقعدوا الاطراف مع بعضهم وبيتحاوروا بمنطق ساعتها بتتسوى الامور. بس اليوم بالشكل اللي عم ينطرح فيه الموضوع وينحكى فيه الموضوع، يعني انا بدي سلاح، لا انا ما بدي سلاح. اخي تعالوا لنقعد نحكي. نحن الانسان بيطلع بالتدريج على شو هو قادر. انت بتطلع على شو قادره. صحيح. بالإليميناسيون يعني بنشوف فيهم طيب المعادلة بسيطة جدا استاذ دافيد. اليوم هذا السلاح شئنا ام ابينا عنده فعله تجاه العدو الاسرائيلي. على راسي ما حدا بينكره. نعم. طيب بس بالمقابل هذا السلاح عامل غلبة سياسية بالبلد لفريق على حساب فريق اخر. مزبوط. وهذا الفريق يصرخ. يعني طب اليوم حتى انتبهي، حتى لو بالمنطق السياسي لحزب الله بيقول لك انه انا لا وانا هيدا ما بس ديمقراطي بس انا بقول لك انا قاعد انا وياكي على الطاوله، انا حامل فرد. بدك تحسبي 100 حساب انت وعم تحكي معي بدون ما انا، وانت اكيد انه انا ما راح استعمله للفرد. نعم. وجود السلاح في يد حزب الله هو عامل خوف لدى شريحه كبيره من او اذا بدك حتى كمان هي ذريعه لشريحه لبنانيه انه تقول انه خي كيف بدنا نمشي بهيدا ببلد في فريق معه سلاح. اذا بتقولي في لا
بينزلوا على الطرقات بيهددونا بخوفونا. طب ليه هالسلاح ما عم يفعل فعله داخل الحكومة وما عم نشوف أداء حكومي عنده انسيابية بين بعضه البعض، عنده وفرة إنتاجية؟ هيدي كمان علامة استفهام. إذا هالقد هالسلاح قدران يفعل فعله بالبلد، ليه ما عم نشوف أداء حكومي متميز؟ سلاح ما بينزل كرمال تعيين رئيس مجلس قضاء أعلى، يمكن وسلاح ما بينزل كرمال تعيين. لا لا، خلينا نعطي هذا الموضوع حقه بطاقة معايدة ثانية نوجهها من القلب أيضا إلى دكتور يوسف سعد الله الخوري رئيس مجلس شورى الدولة سابقا. صباح النور دكتور. شكرا. كل عام وأنت طيب يا رب وتضل بصحتك. كل عام وأنت بخير الله يخليك. أنت وعائلتك. شكرا جدا. شكرا لك. تحياتي لك ولضيفك الكريم. الله يخليك يخليك يا دكتور، ينعاد عليك، وإن شاء الله إن شاء الله بنضل نشوفك على طول متألق هيك. أنت تسلم يا أستاذ دافيد، الله يخليك. طول لي عمرك. وأنت شرحه. ميرسي بوكو. تسلم دكتور. يعني طبعا اليوم معلقة على قرار أو رد مجلس شورى الدولة، ماذا تتوقع حقيقة بحكم خبرتك حضرتك أنه يجاوب شورى الدولة؟ أول شيء بتتوقع الرد اليوم أو بتتوقع على تأجيله إلى العام المقبل؟ ما بعتقد. على كل حال يا ستنا، هيدي الغرفة الإدارية برئاسة رئيس مجلس شورى الدولة نعم تنظر بهالقضية. ما بعتقد أنه راح يطول. إذا قلنا يعني 24 أو 48 ساعة أو 72 ساعة، المهم هيدي في إلى طابع العجلي نظرا للوضع اللي بتعرفيه ونعرفه كلنا بالبلد. نعم. إنما مجلس شورى الدولة توقعاتي مجلس شورى الدولة هون بيبدي رأيا، مش عم بيطلع قرار قضائي. يعني هو غير ملزم لرأيك هذا القرار؟ غير ملزم للحكومة. يعني الحكومة ملزمة باستشارة مجلس شورى الدولة. نعم. هذا أمر جوهري، ولكنها غير مقيدة بنتيجة الرأي بجواب، لأنه مجرد رأي ما في له قوة القضية المحكمة مثل القرار القضائي. طيب نحن واقعين بين مطرقة وسندان. إذا صدر رد من قبل شورى الدولة الحكومة غير ملزمة باعتماده، إذن هي مصرة وبعد مستمرة بقانون معالي الوزير شرب النحاس. بالمقابل الهيئات الاقتصادية اتفقت مع الاتحاد العمالي على تطبيق ما كانت متفقة مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي عليه. مين بده بيفصل بهذا الموضوع؟ مع كل احترامي لا اللي عم بيقولوا هيك، هذا اتفاق لا يتلازم اذا صدر المرسوم هلا مثل ما بعته وزير العمل. نعم. طبعا بعد ما يجي من مجلس شورى الدولة. هذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية يصبح ملزما لكل المعنيين به. ما حدا بيقدر يتمرد على القانون والنظام اطلاقا تحت طاولة مسؤوليته. ولذلك اللي اذا كان في حدا له ما يقال، له اي ملاحظة، له اي طبعا اعتراض على هالمرسوم، امامه باب الطعن القضائي امام مجلس شورى الدولة في مالة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. اما والطعن لا يوقف التنفيذ كمان، يعني بده ينفذوا، واذا ما نفذوا طبعا العمال والاجراء والمعنيين كلهم بهالمرسوم هيدي ساعتها فيهم يربطوا النزاع معه ويرجعوا الى القضاء. نعم. اللي طبعا عم يعني نحن امام مسار قانوني شائك حتى الساعه. طبعا نعم. هلا طبعا مجلس شورى الدولة وقت بيبدي رايه في يبدي رايه بكل هالامور هيدي وينصح الحكومه. مثلا بجوز يقول لها هذا بده يشكل اضطراب في المجتمع، بده الامن يضطرب لا سمح الله الى اخره. نعم. يعني عنده وجهه مصحويه وليست قوه الزاميه. طيب استاذ دافيد بحب يطرح على حضرتك سؤال. دكتور تفضل استاذ دافيد. اهلا وسهلا.